السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله كده تكونوا بخير وبصحة وهنا. احلى اخوات واحلى متابعين، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. عاملين ايه؟ كل سنة يا رب وانتوا دايما بخير وصحة. النهاردة هنعمل مع بعض كده تحلية بسيطة وكلنا ممكن نقدر نعملها. هنعمل شوكولاتة بالكراميل. هتطلع بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الكراميل اللي احنا عملناه، وان شاء الله تعجبكم وتنرضى حضراتكم. قد ايه هي مقاديرها بسيطة وسهلة، بس لو احنا اشتريناها طبعا من بره جاهزة بندفع مبلغ حلو يعني. فالحمد لله يعني ممكن نقدر نعملها ونجربها ما نخافش. يعني اما حاجة تعجبنا ونحب نجربها نجربها، يعني مش هنخسر حاجة يعني. هي مقاديرها بسيطة قوي قوي، عبارة عن كوباية لبن وكوباية سكر وحوالي بالظبط ربع كيلو شوكولاتة. وبتطلع بقى بالجمال ده كده، يعني مقاديرها بسيطة أوي سهلة ومش مكلفة يعني للأمانة. احنا طبعا جبنا كوباية سكر وحطيناها على البوتاجاز مولعنا عليها، وهنحاول نعملها بقى كراميل ونتنينا بقى على البوتاجاز، ما نقلبهاش خالص الا لما تسيح. دي معلقة زبدة كمان بعد ما كوباية السكر اتحولت كراميل، ما حطيناش عليها اي حاجة خالص. السكر على النار زي ما احنا شايفين كده وفضل على النار لما هو احمر بالطريقة دي وادانا اللون ده. طبعا دي كوباية لبن هنحطها على كوباية السكر بعد ما اتحولت كراميل ومعلقة الزبدة. ويا ريت نخلينا مثلا ما يكونش جنبنا اطفال واحنا بنحط اللبن على الكراميل كده، علشان بصراحة يعني بيبقى صعب شوية. ونحاول بقى يبقى وشنا بعيد شوية عن السخونية والحاجات دي. ناخد حذرنا يعني من السكر قد ايه بيلسع يعني. وبنعمله بالطريقة دي كده، وما نحاولش نحمره بزيادة عشان ما يبقاش حامي ويبقى يعني طعمه حامي مننا كده. طبعا احنا عملنا الكراميل، دي شوكولاتة بتتباع عادي عند بتاع الحلويات، مستلزمات الحلويات. بتنباع الباكت ده كده عبارة عن ربع كيلو يعني. بناخد منه على قد ما بنقدر، واللي خلصناه كله ماشي نستهلكه زي ما احنا عايزين. بنسيحه كده على بخار ميه زي ما حضراتكم شايفين. ما بنخليش بس اللي احنا بنسيحه فيه لسه الميه عشان ما يدخلش فيها ميه وتغير مننا يعني. بتبقى بالطريقه دي كده، وكمان بنحط عليها معلقه زبده عشان تدينا اللمعه بتاعتها. دي زبده بيضه عشان تدينا، بس معلقه الزبده دي بتدينا لمعه في الشوكولاته يعني زي ما حضراتكم شايفين. احنا حطينا كمان بنقلبها بقى بالطريقه دي كده، وهي بتسيحها كده على بخار ميه زي ما حضراتكم شايفين يعني. وبنحطها طبعا في حاجة ازاز يكون متينة شوية وضامنين ان هي ما تتكسرش. زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه معلقة الزبدة خلتها جميلة يعني وفيها اللمعة دي. بنجيب بقى طبعا مكعبات من عندنا، اي مكعبات ممكن يكون سيليكون، اي مكعبات احنا بنحب نستعملها. طبعا بندهنها دهنة خفيفة جدا جدا بالفرشة زيت علشان تبقى سهلة في ان احنا نقلبها يعني. لو مش حابين مش مشكلة، بس دي بتخليها اسهل يعني. بنحاول على قد ما نقدر كده بنقسم الشوكولاتة كده في المربعات دي. وطبعا يعني نخلي الطبق اللي تحت سميكة شوية. ده الكراميل اللي كنا سيبناه لما برد خالص زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه لونه جميل. ودخلناه التلاجة ساعة قوي، وعلشان احنا هنستعمله بقى ان شاء الله. ممكن نحطه في الشوكولاتة زي ما هو كده عادي، وبس طبعا هيبقى ايه مسكر بزيادة. ولو احنا طبعا حابين ان احنا نخف شوية، دي معلقة كريم شانتيه غير محلى يعني عشان هو مسكر. فمش عايزين نحط له بقى كريم شانتيه مسكر يعني. بيتباع طبعا في منه بالسكر وفي منه من غير سكر يعني، بس الاحسن بصراحة اللي من غير سكر ده. احنا لما بنيجي نعمله بنحط سكر بودرة عليه كده، ان احنا ضامنين ان هو ايه بيبقى تقيل يعني. وبنضربه طبعا. دي معلقة كريم شانتيه على الكراميل اللي احنا عملناه وسيبناه في التلاجة لما برد خالص. وبنضربه كده زي ما حضراتكم شايفين، بس يدوب يتغير لونه يعني. وكده احنا بنكسر برضو السكر بتاعه شوية، السكر بتاع الكراميل شوية، وبنضمن ان هو ما يجمدش في قلب الشوكولاتة يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه لونه اتغير يعني. معلش سامحوني، صعب التصوير بايد والشغل بالايد التانية يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه الكراميل لونه فتح وضامنين بقى ان يفضل سايل في قلب الشوكولاتة وما يجمدش فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. قد ايه والله بتطلع حاجة ونتجرأ ونعمل عادي يعني. حتى لو الحاجة مثلا باظت مننا مش مشكلة، ما نزعلش، مرة تانية هتظبط. بس هي طبعا الحمد لله المقادير دي مظبوطة قوي.
طبعا بندخل الكراميل برضو في التلاجة، ودي الشوكولاتة بعد ما عبيناها كده بالطريقة دي ودخلناها التلاجة ما بتاخدش 5 دقايق بالظبط وبتجمد يعني في الشوكولاتة وكده. بنفضل بقى نعبي الكراميل زي ما حضراتكم شايفين كده في قلب المكعبات دي. ممكن مكعبات سيليكون كمان تبقى افضل وافضل يعني، تبقى سهلة علينا. ممكن نعملها على هيئة وردات، ممكن نعملها مربعات، زي اي بقى اي مكعبات عندكم يعني. اهم حاجة بس ان احنا ايه، هي دي الفكرة بتاعتها. بتبقى جميلة او بسيطة وكده. احنا من كوباية لبن وكوباية سكر ومعلقة زبدة هنعمل ان شاء الله احلى شوكولاتة، ويا رب تعجبكم وتنرد حضراتكم. كده احنا عبيناها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي مدية كمية كمان اكتر من كده يعني. عملنا كذا برضو حاجة تانية من نفس المقدار يعني، زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنحط طبعا حطيناها بالكراميل اللي سقعت شوية، وبنحط عليها الطبقة التانية من الشوكولاتة. ولو حابين كثافة الشوكولاتة تبقى اعلى من كده يكون احسن يعني. بتبقى بالطريقة دي كده. ممكن حابين نعملها مستطيلات، نعملها وردات، زي ايه بقى، دي الافكار التانية دي يعني اللي زي ما انتوا عايزين يعني. هي بس الفكرة ان حاجة بسيطة، وقد ايه الشوكولاتة بتلمع كده فيها اللمعة من معلقة الزبدة اللي احنا حطيناها لها. اما بيكون نوع الشوكولاتة كويس ما وطالما ما طلهاش مية واحنا عاملين لها حمام بخار، ما تجمدش كده مننا ولا حاجة، بتفضل سايلة زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة بس ان هي تكون على حمام بخار والمية بعيدة عنها يعني، مش نحطها مباشرة على المية وتغلي والمية تدخل في قلبها بتبوظ مننا يعني. بتطلع بالطريقة دي كده. وبنحاول بقى طبعا نوزع بالمعلقة كده. المهم ان احنا نملى المربعات دي. ولو حابين ان احنا تبقى يعني اتقل من كده عادي يعني. احنا كده بعد ما حطيناها في التلاجة وكده بقى طلعت بالطريقة دي. والزوايد بقى اللي هي من الحروف بقى بنشيلها عادي واحنا نسويها كده بطريقتنا. انا والله حبيت اوريكم يعني عادي ان لو احنا فيها زيادات بتتشال عادي، مش يعني مش هتبقى عيوب فيها ولا حاجة يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده بتطلع متماسكة. وخطوة بخطوة لو لازم ندخلها التلاجة علشان ايه يعني، نضمن ان هي ساقعة. وهي دي الكمية اللي عملتها. طبعا لو احنا نشتري الكمية دي من بره اكيد هتبقى يعني بمبلغ اكبر من كده يعني. يعني اي مكعبات بقى عندنا نملاها اي حاجة بالطريقة دي كده، وبتدينا الكمية دي يعني ما شاء الله غير اللي اكلوه يعني. فان شاء الله يا رب تنال رضا حضراتكم وتعجبكم، واتمنى تجربوها ونجرب الحاجة وما نخافش. وما احنا لازم نتعلم فلازم نجرب يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه الكراميل ما جمدش فيها ولا اي حاجة، وبتطلع بالطريقة دي كده. وان شاء الله تعجبكم وتنال رضا حضراتكم. واتمنى ايه تكتبولي في التعليقات عجبتكم ولا ايه. ولا ان شاء الله بس هي تعجبكم يعني، وعجبت اطفالنا اوي. بألف هنا وسلام عليكم.